Hey. 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 So what happened? Did a forest tick you off? No. You know how we're always saying we need a place for the mail? Yeah? Well, I started building one. But then I decided to take it to the next step. You're building a post office? No, an entertainment unit with a mail cubby built right in. It's a one-day job, max. Okay. My word, those are snug. Oh, yeah. These are my old work pants. Power saw kind of got away from me there. طيب خلونا اديكم لمحة بسيطة كده عن الشابين دول او عن المشهد ده. لو حضراتكم عارفين المسلسل، الشابين دول عايشين مع بعض، بيتقاسموا كل حاجة، متأجرين الشقة دي وعايشين فيها. فهو راجع من الشغل، فتح الباب، دخل، متعود يسلم عليه، قال له هاي، فالتاني رد عليه وقال له هاي. بعدين طبعا اتفاجئ باللي شافه وقال هاي. طبعا دي مش الطريقة اللي بنقول بيها كلمة هاي، بس لانه اتفاجئ. تمام؟ ودي معناها اهلا او ازيك، بس طبعا عامية. طب خلينا بقى نكمل في الاعمق. هو قال له So what happened? Did a forest tick you off? So what happened? Did a forest tick you off? So what happened? Did a forest tick you off? So what happened? Did a force take you off? So what happened? Did a force take you off? كلمة so بيكون معناها إذن أو ها في إيه. What happened؟ كلمة what يعني ماذا، و happen يعني يحدث، وده فعل. happened ده الماضي بتاعه، يعني الحاضر happen، الماضي happened. Did a force take you off؟ كلمة did دي أداة السؤال في الماضي، يعني السؤال في الماضي هو a forced. كلمة forced اللي هي الغابة بأشجارها بكل ما فيها بنقول عليها forced. take you off. كلمة take off دي phrasal verb، يعني فعل مركب. الفعل المركب اللي معانا ده عامي شوية، ما تستخدمهوش في مكان شغل أو مكان عمل أو في امتحان أو أي حاجة أكاديمية. ده بين الصحاب أو في الشارع. تمام؟ وبيكون معناها إن حاجة عصبتك. فهو بيقول له did a force take you off، يعني في غابة زعلتك في حاجة عشان تقطع كل الخشب ده. هو يعني بيرمي نكتة أو شاف إن هو مقطع خشب كتير، فبيقول له في غابة زعلتك في حاجة، فقررت يعني تعاقبها بالمنظر ده. فراح رد عليه وقال له No. You know how we're always saying we need a place for the mail? No. You know how we're always saying we need a place for the mail? No. You know how we're always saying we need a place for the mail? No, you know how we're always saying we need a place for the mail? No, you know how we're always saying we need a place for the mail? طبعا قال له no، يعني قال له ما فيش غابة زعلتني ولا حاجة، فجاوبه يعني باستغراب كده. كلمة you know how يعني انت عارف ازاي. احنا ايه بقى؟ هيكمل we're always saying، احنا دايما بنقول. كلمة always يعني دائما او دايما، saying يعني بنقول. وكلمة we were لضمهم مع بعض وقال were يعني were ده اختصار ل we were. تمام؟ وعلى فكرة برضو اختصار we are بنقول were، نفس الموضوع. هتقولي طب اعرف ازاي؟ من السياق. هو هنا باين جدا ان هو بيتكلم في الماضي. تمام؟ We need a place for the mail. كلمة need يعني نحتاج، وده فعل. A place يعني مكان. For the mail، كلمة mail يعني البريد. فبيقول له انت عارف ازاي احنا كنا بنقول ان احنا محتاجين مكان للبريد او للمكان البريد اللي هو بيحط فيه الجوابات ده لما كانت بتجيلك زمان. فالتاني راح رد عليه وقال له Yeah? yeah، اللي هو ايوه وبعدين. Well, I started building one. But then I decided to take it to the next step. Well, I started building one. But then I decided to take it to the next step. Well, I started building one. But then I decided to take it to the next step. Well, I started building one, but then I decided to take it to the next step. Well, I started building one, but then I decided to take it to the next step. كلمة well اللي هو طيب تمام، اللي هو حسنا، اللي هو زي الفل. I started. كلمة start
يعني بدأ أو يبدأ. started يعني بدأت، فبيقولوا أنا بدأت. building يعني بناء. كلمة one يعني واحد، بدأت أبني واحد إيه؟ هقول لك إحنا كنا بنتكلم عن إيه؟ عن البريد، مكان البريد. فهو بيقول له هنا أنا بدأت أبني واحد، فهنا واضح واحد إيه من السياق. but then كلمة but يعني ولكن، then ثم أو بعد كده I decided لقد قررت. decide يعني تقرر، decided قررت في الماضي. to take it to the next step. كلمة take يعني آخذ أو يأخذ. to take it هنا عايدة على المكان بتاع البريد. to the next step. طبعا هو قصده يقول قررت ان انا اخدها للخطوة اللي بعد كده، يعني قررت اخدها او الانتقال بها الى الخطوة التالية او المستوى الاعلى. هو الموضوع كبر منه واضح جدا، فخلينا نشوف التاني هيقول له ايه. You're building a post office? You're building a post office? You're building a post office? فطبعا رد عليه رد بصراحة كان متوقع، لأن مكان الميل ده بيكون مكان صغير قدام البيت أو قدام الشقة، فالخشب اللي بتقطع كل ده هيكون إيه بقى؟ تعال نشوف. You're building a post office. You're building a post office. كلمة you are اتلضمت مع بعض وبقت you're building يعني أنت بتبني أو بتقوم ببناء a post office. كلمة post office يعني مكتب بريد. office يعني مكتب وبريد يعني post، فpost office يعني مكتب بريد. فطبعا ايه الخطوة اللي بعديها من ده لده؟ خشب كتير جدا، فأكيد بتبني مكتب بريد، بيتريق عليه يعني. فراح قال له No, an entertainment unit with a mail cubby built right in. No, an entertainment unit with a mail cubby built right in. No, an entertainment unit with a mail cubby built right in. No, an entertainment unit with a mail copy built right in. No, an entertainment unit with a mail copy built right in. قال له لا. No, an entertainment يعني ترفيه. entertainment unit يعني حجرة ترفيه أو قسم للترفيه. بإيه بقى؟ with يعني مع أو مدمج فيها a mail copy. كلمة mail يعني بريد، copy بيكون معناها الوحدة التخزينية أو المساحة التخزينية، وبيكون معناها بالشكل ده. بتكون خشب، ممكن تكون كبيرة وممكن تكون صغيرة، بس لأننا بنتكلم عن mail copy فهتكون مساحة صغيرة للجوابات أو للميل أو البريد. built right in. كلمة built دي الماضي بتاع build، ممكن تكون ما تلاحظش الماضي خصوصا لو سمعته وما شفتهوش ما قريتهوش يعني، لأن الحاضر بتاعها بالدي والماضي بتاعها بالت. built right in. فلو ترجمنا كل حاجة كده هيكون معناها لأ، وحدة ترفيهية بيها حجرة بريد مدمجة بداخلها. وراح مكمل وقال It's a one-day job, Max. 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 It is بقت it's و a اتلضمت مع بعض وبقت it's a one-day job. لما بتقول إن حاجة one-day job يعني وظيفة مش هتاخد غير يوم واحد بس. وكلمة max يعني كحد أقصى، بس خد بالك كلمة max دي اختصار ل maximum. وعلى فكرة كلمة ماكس عامية، اوعى تحطها في امتحان علشان مش هتاخد درجتها. لو اختبار اكاديمي او مكان شغل قول ماكسيمم، لو اختصار وبتتكلم مع اصحابك ماكس. تمام. It's a one day job max. كويس، يعني وظيفة مش هتاخد غير يوم واحد بس بالكتير كحد اقصى. كويس. فراح مكمل هو بقى هيعلق على لبسه، فراح قال My word, those are snug. 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 كلمة my word أو التعبير ده ما ترجمهوش بشكل حرفي، لأن لو ترجمته my word يعني كلمتي، فيعني إيه كلمتي؟ ولا حاجة، ملهاش معنى. لكن دي زيها زي oh my god بتقولها وأنت متفاجئ. those يعني أولئك، دي بنشاور عليها للحاجة الجمع البعيدة عننا مش القريبة مننا. بنستخدم these للقريب و those للبعيد. those are خدت are لأنهم جمع. snug
snug. كلمة snug يعني مريح زي كلمة comfortable أو comfy، بس خد بالك دي عامية. طبعا انت ملاحظ ان انا بقول لك عمي 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 لان ده كلام عمي، كلام شوارع وافلام. انا عايزك تفهمهم لما يتكلموا لان الناس بتتكلم بالاسلوب ده، دي لغتهم العامية في الشارع وفي المسلسلات وهكذا. انما طبعا ما تستخدمهاش في اي اختبار لانك مش هتاخد درجتها، خد بالك انا بحذرك كتير جدا. فراح كمل وقال Oh, yeah. These are my old work pants. Oh, yeah. These are my old work pants. Oh, yeah. These are my old work pants. Oh yeah, this is my old work pants. Oh yeah, this is my old work pants. Oh yeah يعني أيوة، نعم أيوة صح. This is my old. This is بيشاور على البنطلون بتاعه زي ما شفت. My old القديم work pants يعني أيوة ده بنطلوني القديم أو بنطلون شغلي القديم، بنطلون الشغل القديم يعني. طب تعال نشوف اللي حصل بعد كده. Power saw kind of got away from me there. Power saw kind of got away from me there. Power saw kind of got away from me there. فطبعا صاحبنا ما خدش باله ان الباب مقصوص، فتح اتدلق على وشه. ايه اللي حصل هنا؟ جوه هيشرح. فبيقول power saw kinda get away from me here. power saw kinda get away from me here. power saw kind of got away from me here. طبعا انا قلتها لك بثلاث سرعات مختلفة، السرعة الطبيعية، ابطأ شوية، بطيء جدا او مفصل. power saw اللي هو منشار الكهرباء. ايه اللي حصل بقى مع منشار الكهرباء؟ kind of، بس هو قال kinda اختصار ودي شرحناها كتير جدا. kind of يعني نوعا ما. got away على فكرة لما بيكون في حرف التي وقبل التي حرف متحرك زي الاو وبعد التي في الكلمة اللي بعديها حرف متحرك زي الاي بننطقها بشكل يوحي لك ان هي ار. اسمع كده تاني. power saw kinda got away from me here. got away from me here. see got away from me here. got away تقدر تقولها لحد ما لسانك يتعود على النسخة اللي احنا بنقولها بسرعة او على الاختصارات. و got away يعني فلت مني، يقصد يقول ان هو فلت مني. صاحبنا كان بيقطع حاجة بالمنشار الكهرباء وفلت منه حصل ايه بقى؟ قطع الباب زي ما انت ما شفت. فهو يقصد يقول يعني الترجمة في المجمل ان المنشار تقريبا كده فلت من ايدي في الحتة دي. طيب خليني بقى احط لك المشهد مرة كمان مع ترجمة انجليزي وعربي وشوف نفسك فاهم بنسبة قد ايه. وبالمناسبة الحلقة دي مقسومة على 2، هنكمل بقيها الحلقة الجاية، وانا قسمتها لان جالي تعليق المرة اللي فاتت بيقول لي ان انا طولت في الحلقة شوية وشرحت زيادة عن اللزوم. فلو حضراتكم عايزيني اشرح باختصار هعمل كده زي ما عملت في الحلقة دي، اما لو حضراتكم عايزيني ما اعديش حاجة ولا قاعدة ولا كلمة واشرح لكم كل حاجة بالتفصيل يا ريت برضو تعرفوني وباذن الله هعمل كده برضو. Hey. 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 So what happened? Did a forest tick you off? No. You know how we're always saying we need a place for the mail? Yeah? Well, I started building one. But then I decided to take it to the next step. You're building a post office? No, an entertainment unit with a mail cubby built right in. It's a one-day job, max. Okay. My word, those are snug. Oh, yeah. These are my old work pants. Power saw kind of got away from me there. طيب انت هنا وصلت معايا لنهاية الدرس. شكرا جدا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.